أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مراسل الجزيرة. أثير مؤخرا جدل في المغرب حول وجود التمر المجهول الإسرائيلي في الأسواق المغربية، مما أثار حفيظة الناشطين للمناهضين للتطبيع مع إسرائيل. لكن المفارقة التي لا يعرفها كثيرون هي أن أصل ذلك التمر القادم من إسرائيل هو تمر من أصل مغربي جلب إلى أمريكا قبل انتقاله إلى فلسطين المحتلة. قصة التمر المغربي جزء من قصة التمر العربي الذي هاجر إلى العالم الجديد في أواخر القرن التاسع عشر وازدهر في وادي كوتشيلا بصحراء كاليفورنيا الأمريكية. من هناك الآن يروي لنا الزميل محمد العلمي بقية القصة. في نهاية القرن التاسع عشر قرر الأمريكيون زراعة هذا الوادي الصحراوي بعد اكتشافهم رصيدا كبيرا من المياه الجوفية، فأوفدت وزارة الزراعة خبراء إلى كل من العراق ومصر والجزائر والمغرب لجلب سعفات النخيل، وبدأت بذلك قصة الحياة التي وهبتها شجرة النخيل العربية إلى صحراء كاليفورنيا. انتقل الفوج الأول من سعفات النخيل العربية إلى هذا الوادي في تسعينيات القرن التاسع عشر، وقطف المزارعون محصولهم الأول من التمر في موسم عام 1910. هجرة شجرة النخيل ساعدت على تعمير الوادي الذي كان شبه خال من السكان مع بداية القرن الماضي، وأصبح ينتج الآن 95% من الإنتاج الأمريكي من التمور. هجرة شجرة النخيل إلى صحراء كاليفورنيا حتمت أيضا تربية الأمريكيين على تذوق الفاكهة الجديدة على الرغم من قدمها قدم الوجود الإنساني نفسه. يتحدث الجيل الأول عن استهلاك التمر في فصلي الخريف والشتاء لانعدام أي فواكه أخرى، لكن تطور التبادل التجاري وتكنولوجيا التبريد وفرت الفواكه طيلة العام، مما تسبب في تراجع الاهتمام بالتمر الذي ما لبث أن عاد بسبب الوعي بفوائده الصحية. واحة كوتشيلا تشتهر أيضا بالإنتاج الوفير من تمر المجهول الذي يعد من أجود أنواع التمور وأغلاها سعرا. بدأ انتشاره هنا بعد استيراد 9 سعفات من واحة بوذنيب المغربية عام 1927. من تلك السعفات ال9 التي جاءت من المغرب بدأ انتشار تمر المجهول في بقية أنحاء العالم، لأننا صدرنا سعفاته إلى كل من إسرائيل والسعودية وشمال إفريقيا. هجرة شجرة النخيل العربية إلى صحراء كاليفورنيا لم تكن في قيام نشاط اقتصادي متكامل فحسب، بل وفرت ولأكثر من 100 عام إطارا ثقافيا وتعلقا وجدانيا لسكان الوادي بالثمرة العريقة وبأصولها العربية. بلغ الاحتفال بالعرب والعروبة هنا أوجه قبل أن تدخل السياسة على الخط لتفسد علاقة رومانسية بين سكان الوادي والموطن الأصلي لشجرة النخيل، وإن ساهم الخيال والأسطورة في رسم عالم عربي أقرب هنا إلى هوليوود منه إلى الواقع. الناس هنا يحبون الثقافة العربية ويبحثون دائما عن إحيائها. المنطقة هنا معروفة بمهرجان التمور، حيث يتم الاحتفال بصورة أسطورية من الشرق، ويتم إنشاء مسرح يستحضر بعض تفاصيل بغداد القديمة كما صورتها ألف ليلة وليلة، وفي نهاية المهرجان يتم اختيار الملكة شهرزاد. التأثير الثقافي بلغ هنا حد إطلاق اسم العرب على فريق الثانوية لكرة القدم، وكذا استحضار بعض الأشكال الهندسية الشرقية في بعض مباني البلدات الصحراوية على امتداد الوادي، والتي حمل بعضها أسماء عربية. بل وصل الاهتمام إلى تمويل بعض المزارعين لمتحف فريد من نوعه يلخص قصة شجرة النخيل التي أتت على ذكرها كل الكتب المقدسة. ويرى القائمون على المتحف أن قصة النخيل في أمريكا الشمالية كتبت فصولها الأولى في هذا الوادي،
وبعد مرحلة توسع في ولايات أخرى عادت لتأخذ منه مقرها الرئيسي. هذا المكان هو الوحيد في الولايات المتحدة الذي بقي محافظاً على زراعة تجارية قوية للتمور. كانت هناك تجارة نشطة في ولاية أريزونا، لكنها اختفت نهائياً بسبب غلاء الأراضي وزحف العمران. زحف العمران هنا أيضا تسبب في اختفاء الكثير من المتاجر المتخصصة في بيع التمر، الذي جعل من المنطقة وجهة مفضلة لسكان لوس أنجلوس القريبة منذ عشرينيات القرن الماضي. لكن تطور تكنولوجيا التسويق الإلكتروني عوضها بالمتاجر في العالم الافتراضي. ويساور المزارعين هنا تفاؤل قوي بالمستقبل التجاري لشجرة النخيل بعد إعادة اكتشاف الأمريكيين الفوائد الصحية والغذائية للثمرة العريقة، والتي كانت من هدايا المنطقة العربية إلى أمريكا وقبلها إلى الكثير من مناطق العالم. محمد العلمين، مراسل الجزيرة، وادي كوتشيلا، صحراء كاليفورنيا.